انت دلوقتي داخل على كليبسو، القعدة بتاعت الناس التقيلة اللي بتحب تتفرج على فيلم كامل وهي رايقة بكوباية شاي ومزاج عالي. هنا بنختصر لك الحكاية من غير ما نبوظها، ونقدم لك اللحظة اللي بخلي قلبك يدق وتقول الله، دي مش قناة، دي حكاية معمولة للعيار التقيل. زي ما بيقول عيسى الوزان، يلا بينا. في لوس أنجلس نيل بيدخل المستشفى وبيمشي وهو قاصد مكان معين لحد ما يلاقي الباب الخلفي. عشان لابس يونيفورم محدش بيشك فيه. أول ما بيخرج بيسرق عربية إسعاف. كريس بيروح محل أدوات بناء وبيشتري شحنة متفجرات. في وسط المدينة مايكل بياخد وين جروب في عربية مقطورة مسروقة. تريجو بيتبع عربية مصفحة وبيكلم باقي الفريق عشان يأكد مكانها. كريس بيركب مع نيل في الإسعاف. كل الخمسة بيلبسوا ماسكات عشان يخبوا وشوشهم. نيل بيوقف الإسعاف في نص الطريق عشان العربية المصفحة توقف. عربية القطر بتخبط في المصفحة وبتقلبها. العربية المصفحة بتتصدم في عربيات كتير في معرض عربيات. حارس بيبلغ بالراديو. الفريق بيستخدم المتفجرات عشان يفجروا باب العربية من ورا، وكل الإزاز في العربيات اللي حواليهم بيتكسر. بيخرجوا الثلاث حراس من العربية. كريس بيدور وسط الظرف لحد ما يلاقي الظرف اللي هو عايزه. عارفين ان البوليس جاي، تريجو بيحط شريط مسامير في الشارع. وينجرو بيتنرفز على الحراس عشان بيتحركوا، مش واخد باله انهم مصابين بسبب الانفجار. فجأة بيقتل واحد في دماغه. الحارس التاني بيحاول يطلع سلاحه بس وينجرو بيقتله. بيبص على التالت وبعد ما وافق من زميله بيقتله هو كمان. الفريق بيجري يركبوا عربية الإسعاف. تريجو هو اللي بيسوق والباقي بيغيروا هدومهم ورا. البوليس بيوصل وبيبدأ يطاردهم. عربيات البوليس بتنفجر كاوتشاتها بسبب شريط المسامير وبيتحطموا، والباقيين بيتعطلوا وراهم. البوليس بيكمل تفتيش على رجليه. الفريق بيسيب عربية الإسعاف على بعد كام شارع وجواها قنبلة. بيهربوا بعربية تانية والقنبلة بتنفجر وبدمر معاها كل الأسلحة والمعدات. بالليل نيل بيقابل نيت، الراجل المختص في غسيل الأموال. بيلاقوا في الظرف اللي سرقوه سندات بمئات الملايين باسم شركة اسمها ماليبو اكويتي اند انفستمنتس. الشركة دي ملك راجل فاسد اسمه روجر فان زانت. الخطة انهم يبتزوه ويرجعوا له السندات مقابل مبلغ ضخم. نيت كمان بيقول لنيل على شغلانة تانية ب10 مليون دولار من واحد اسمه كنسو. في نفس الوقت المحقق فينسنت بيوصل مكان السرقة وبينضم لفريقه. عندهم معلومات عن كل العربيات اللي اتسرقت ومكان سرقتها، بس مفيش خيوط تانية. راجل مشرد سمع العصابة بتنده على واحد بلقب سليك بس ما شافش وشوشهم. من الحطام اللي في المكان فينسنت بيفهم الحوار بسرعة وبيفهم انهم محترفين. في مطعم على الطريق نيل بيقابل الفريق عشان يتعشوا. واينجرو بيحاول يبرر ليه قتل الحراس. نيل بيخبط دماغه في الترابيزة بعنف لانه شايف ان قتل الحراس بيجيب وراهم تحريات اكتر. بعدين بيكمل ضرب فيه بره المطعم وبيطلع سلاحه عشان يقتله، لكن لما عربية بوليس بتعدي بيضطر يوقف. اول ما البوليس يمشي يكتشفوا ان واينجرو هرب. بيدوروا عليه في كل مكان بس مفيش فايدة. كريس بيرجع البيت. مراته شارلين بتلاحظ ان الفلوس اللي جابها من العملية اقل من اللي وعد بيه. بيتخانقوا وبيكسر حاجات وبيعترف انه صرف جزء من الفلوس عشان يسدد ديون للقمار. شارلين بتحاول تفهمه انه عنده مشكلة مع القمار، لكن كريس بيقول لها لو مش عجبها تمشي. الطفل بتاعهم بيعيط وكريس بيسيب البيت ويمشي. تاني يوم المحقق فينسنت وزميله بيهجموا على ورشة تقييع عربيات. بيواجهوا صاحبها اللي بيشتغل معاهم مخبر. بعد شوية جدال بيهددوه بالسجن، فبيعترف ان اخوه هيقابل نيل في ملقى في كوريا تاون الليلة، ممكن يكون فيه خيط جديد. الوقت ده نيل بيقابل كيلسو اللي بيشرح له تفاصيل شغلانة جديدة. فرع البنك الرئيسي في وسط البلد بيجمع فلوس كاش عشان يوزعها على باقي الفروع. في ايام معينة بيكون فيه اكتر من 10 مليون دولار. في الاول نيل بيرفض عشان بيخاف من الانذارات اللي هيشغلها موظفين البنك. كيلسو بيطمنه بيقول له انه هاكر ويقدر يعطل الانذار قبل العملية بربع ساعة. نيل بيوافق، وفي نفس الوقت نيد بيكلم روجر عشان يظبط ميعاد تبادل السندات. لما نيل بيرجع بيته بيلاقي كريس نايم على الارض. بيتصل بشارلين عشان يقول لها ابنها فين وبعدها بيعمل قهوة. كريس بيشاركه اللي بيحصل في بيته ونيل بيسأله لو شارلين بتخونه، بس كريس بينفي. بعدها نيل بيحكي له عن الشغلانات اللي جايه. بعدين نيل بيتصل بروجر من كابينة تليفون عشان يأكد ميعاد في سينما درايف ان. وهو ماشي بيشوف شارلين خارجة من أوضة في فندق مع راجل تاني. بيخلي من الغيظ وبيقتحم الأوضة وبيواجه شارلين وبيزقها بعنف في الحيطة. شارلين بتحلف إنها كانت في شغل بس نيل مش بيصدقها. بيقول لها تدي كريس فرصة أخيرة عشان الشغلانة الجاية هتعد لكل حاجة، لو هيزعلها تاني نيل هيحاسبه بنفسه. في كوريا تاون فينسنت بيروح النادي اللي المخبر قال له عليه. بيقابل الأخ اللي بيحكي له إنه كان محبوس مع واحد متخصص في السرقة وشافوه قريب في الشارع. فينسنت كان هيمشي بس الراجل قال له إن لقب المجرم كان سليك.
فينسنت بيضغط عليه لحد ما يعرف اسمه الحقيقي مايكل. على طول بيتصل بفريقه وبيلاقوا ملف مايكل، كلهم بيتفقوا يحطوهم تحت المراقبة. في سينما درايف ان المهجورة، نيل بيقابل راجل التسليم اللي من طرف روجر، بيبدأوا التبادل وهم قاعدين في عربياتهم، لكن في راجل تاني بيقرب من الشباك عشان يقتل نيل. كريس كان مستخبي وبيحذر نيل من السماعة. نيل بيشوف القاتل في المراية وبيزق عربيته للخلف وبيكسر رجل القاتل. كريس بيبدأ يضرب نار والراجل التاني بيجري بعربيته وبيسيب شريكه. القاتل بيحاول يضرب نار على نيل، بس نيل وكريس بيردوا عليه ونيل بيدهسوا بالعربية. السواق بيحاول يهرب بس مايكل بيقتله. نيل بيفتح الظرف وبيلاقي ورق فاضي، بيتصل بروجر ويلغي الصفقة وبيقسم انه هيقتله. في نفس الليلة نيل واصحابه يتعشوا مع زوجاتهم وعيالهم ومش واخدين بالهم ان البوليس بيراقبهم. الشرطة تعرف كريس ومايكل من قضايا تانية بس ما يعرفوش نيل. في الوقت ده وينجرو موجود في اوتيل مع واحدة شغالة، بعد ما تخلص شغلها يكشف لها انه القاتل المتسلسل المعروف اللي بيستهدف البنات اللي بيشتغلوا بالليل وبيقتلها فورا. بعد لحظات الشرطة بتحقق في مسرح الجريمة وفينسنت بيضطر يمنع ام الضحيه من انها تقرب من الجثه. الست بتنهار وفينسنت بيواسيها على قد ما يقدر. بعد كام ليله فينسنت ورجالته مستخبيين في فان قريب من مستودع معادن ثمينه. مايكل يفصل نظام الانذار عن طريق انه يطلع على عمود الكهرباء، ونيل واقف بيراقب، وكريس بيكسر القف ويدخل يدور على الخزنه وبيستخدم ادوات خاصه علشان يحاول يفتحها. ولما واحد من الضباط يحط البندقيه على جدار العربيه، نيل يسمع الصوت فورا ويجري على المبنى ويقول لهم انهم لازم يمشوا. الثلاثه يهربوا من غير ما يسرقوا حاجه، وفينسنت يقول لرجالته ما يقبضوش عليهم. عمليه اقتحام بسيطه هتسجنهم شهور قليله، وفينسنت عايز يمسكهم في حاجه اكبر. تاني يوم فينسنت ورجالته يلاقوا حبيب شارلين ويحققوا معاه علشان ياخدوا منه معلومات. في نفس الوقت نيل يقول للفريق ان الشرطه اكيد عامله تصنت على تليفوناتهم ويفكر انهم لازم يهدوا شويه، بس كريس محتاج فلوس بشده ويقنعوا انهم يعملوا شغل كلسو. الفريق يروح للميناء علشان يخططوا والشرطه متراقبهم من بعيد. بعد ما المجرمين يمشوا الشرطه تحاول تفهم هما بيخططوا لايه في المنطقه دي، بس مفيش حاجه تستاهل السرقه هناك، وده يخلي فينسنت يفهم انهم عاملين فخ علشان الضباط يكشفوا نفسهم. نيل طالع فوق رفعه وبيصور مجموعه المحققين كلها. في نفس الليله نيل بيقابل نيت اللي بيديله معلومات عن كل المحققين وازاي بيشتغلوا، وبيديله كمان رسومات سرقه بنك كيلسو. ونيل يقرر ان الخطه تستاهل المغامره. فينسنت يركب المروحيه اللي بترصد نيل. بعد شويه الطيران يلاقيه وينزل من الهليكوبتر ويركب عربيه بدلها. يبدأ يطارد نيل اللي يربن علشان ما يبانش مشبوه، والمفاجأته فينسنت يقولوا انهم لازم يشربوا قهوة ويطلب منه يتبعه. بعد دقايق الاتنين قاعدين في مطعم وبيتكلموا عن حياتهم الخاصة اللي تتدمر بسبب شغلهم. فينسنت يقول فجأة انه ما بيحبش القتل بس هيقتل نيل لو ده هيمنع قتل ابرياء، ونيل يقض عليه انه هو كمان مش هيتردد يضربه بالنار. تاني يوم فينسنت يوصل القسم ويتجنن لما يعرف ان نيل وفريقه اختفوا من غير ما فريق المراقبة ياخد باله. يطلع ان العصابة شغالة في جراج البنك وبيجهزوا لكل حاجة قبل السرقة. في نفس الوقت واينجرو يروح مكتب روجر ويعرض عليه صفقة. بعدها نيل ياخد كريس ومايكل ويروحوا مطعم، وهناك يلاحظ دونالد صاحبه القديم من السجن وبيشتغل في المطبخ وهو تحت المراقبة. في نفس اللحظة تريخو يتصل بيهم ويقول لهم ان الشرطة بتتبعه ومش هيقدر يشارك في السرقة. نيل يقرر يروح لدونالد ويعرض عليه ياخد مكان تريخو، ودونالد يوافق فورا. وهو خارج دونالد بيزق مديره على الارض عشان كان بيعامله زي الزبالة. بعد كده نيل ومايكل وكريس دخلوا البنك من ابواب مختلفة. اول ما كل واحد خد مكانه كريس بدأ يضرب فرد الامن وربطه، ونيل ومايكل هددوا كل اللي جوه بالسلاح وخدوا سلاح باقي الحراس. نيل طمن الرهائن وقال لهم انهم مش هيخسروا ولا ميليم لان الفلوس مؤمن عليها من الحكومة، وطالما محدش اتحرك محدش هيتأذي. وبعدين نيل ضرب المدير بالقلم وخد منه المفتاح، ودخلوا على الخزنة وبدأوا يملوا شنطهم بالفلوس. في قسم الشرطة المحققين جالهم خبر من واحد من مخبريهم ان في سطوة على بنك، وفينسنت ورجالته طاروا على طول. مايكل خرج الاول وركب العربية اللي فيها دونالد، بعده خرج كريس ونيل، لكن اول ما الشرطة وصلت شافوهم وهم بيخرجوا. نيل جري وركب العربية، لكن كريس وقف عند الباب لأنه شاف المحققين واقفين قصادهم على الناحية التانية من الشارع وفتح نار عليهم. الناس اتفزعت وبدأوا يجروا والشرطة بدأت تضرب نار. مايكل كمان بدأ يضرب نار والرصاص الطايش كان في كل حتة. طلقة جت في رقبة ضابط ومات فورا رغم انه لابس سترة واقية. فينسنت جري عليه عشان يطمن عليه، وكريس استغل الفرصة وركب العربية
ودونالد طلع بيهم جري. كل شبيك العربية اتكسرت من كتر ضرب النار، والشرطة جريت وراهم على رجليها. العصابة كانت بترد عليهم بنفس العنف، لكن دونالد واجه صعوبة في السواقة بعد ما الرصاص قطع كاوتشين. في الزحمة دي دونالد اتضرب طلقة في دماغه ومات، والعربية خبطت في عربية كانت راكنة. نيل ومايكل وكريس اضطروا ينزلوا ويكملوا على رجليهم، بس الطريق قدامهم كان متقفل برجال الشرطة. الاشتباك فضل شغال، والرصاص شغال في كل اتجاه، وضباط اكتر وقعوا، وعربيات كتير اتدمرت. التلاتة فضلوا يتقدموا وهم بيضربوا نار، بيحاولوا يلاقوا اي غطا، اي فتحة يهربوا منها. مايكل قدر يصيب ضابط تاني لكنه اتفصل عن باقي المجموعة. كريس وصل عند الكمين وكان مركز قدامه، لكن ما خدش باله من ضابط جاي من جنبه اللي ضربه طلقة في كتفه. نيل فضل يضرب ويوقع ضباط لحد ما الاشتباك انتهى. جري على كريس وساعده يقف، وسحبوا نفسهم ناحية موقف سيارات سوبر ماركت قريب. كم ضابط كان لسه حي جري وراهم، فنيل وقف وضرب نار تاني، وقع منهم كمان. الناس كانت بتصرخ من الرعب، وفينسنت بيحاول يبعدهم عن الاشتباك عشان محدش يتأذي. ونيل قدر يسحب كريس على العربية وركبوا وطلعوا جري. في نفس اللحظة ضابطين من الشرطة بيطاردوا مايكل اللي دخل مطعم وخلى الناس كلها تصرخ وتجري، وبعدها جري ناحية نافورة مية. وسط الدوشة طفل صغير اتفصل عن أمه، فمايكل أخده كرهينة، بس فينسنت كان وراه. استناه لحد ما جه الوقت المناسب وضربه طلقة واحدة في دماغه قتلته في ساعتها، وبعدها رجع الطفل لأمه. الخبر نزل في التلفزيون. حبيبة دونالد عرفت إنه مات، وتشارلين فهمت إن جوزها في ورطة كبيرة. في الوقت ده نيل خد كريس على دكتور صاحبه، واللي طلع الرصاصة من كتفه واداله شوية أدوية. كريس كان عنده كسر في الترقوة، بس نيل ما ادالوش فرصة يرتاح. بدل هدومه الوسخة بهدوم الدكتور، وقال لكريس إن نيت هيجي ياخده ويخبيه لحد ما يقدر يهرب من المدينة. بس نيل بقى شاكك في تريجو وحاسس إنه بلغ عنهم. كريس قال له مش همشي من غير تشارلين، لكن نيل قال له ما ينفعش، وجودها خطر علينا. وفي الوقت نفسه تشارلين كانت بتكلم عشيقها وبتطلب منه يهرب بيها وبالبيبي. نيل دخل بيت تريجو متسلح، لقى مرات تريجو مقتولة على السرير. فضل يدور لحد ما لقى تريجو واقع في الأرض بينزف، واتضح ان واينجرو وروجر هددوه لو ما اتكلمش هيقتلوا مراته. بس نيل قال له انت بعتنا، بس هم قتلوها برضه. تريجو طلب الرحمة ونيل انهى عليه وخرج. وهو ماشي يكلم نيت اطمن على كريس وشاد منه عنوان روجر. وفي نفس الوقت فينسنت ورجالته خبطوا باب شقة واقتحموها، ومسكوا واحد من وشه ورموه على البلكونة. مسكوه من شعره وقال له انت اللي كلمت عن السطو؟ مين قالك؟ الراجل قال واينجرو. نيل كان وقتها متسلل ورا بيت روجر، لقاه قاعد بيتفرج على التلفزيون. راح جاب كرسي وكسره في الازاز ودخل عليه بالسلاح. قال له واينجرو فين؟ روجر قال مش عارف. ميل ما ردش، ضربوا رصاص ووقعوا في مكانه. وفي نفس الوقت عشيق تشارلين كان سلم نفسه واتفق مع البوليس، وعلشان كده البوليس خدها وخدوا الطفل. تشارلين اتنقلت لبيت آمن، والبوليس حاطط حراسة مشددة عليها. المحقق قاعد يحاول يقنعها تتعاون معاهم علشان يمسكوا كريس. في الأول رفضت تماما، لكنها لما سمعته بيقول لها إن سكوتها بيخليها شريكة في الجريمة، وإنها لو دخلت السجن ابنها هيعيش من غير أب ولا أم، ساعتها وافقت. اتصلت بكريس عشان ترتب له لقاء، وكان كمين. نيل راح لبيت صاحبته وقال لها تعالي نهرب سوا. هي لمحته وفهمت إنه واحد من اللي سرقوا البنك، فطلعت تجري بره البيت. نيل جري وراها، مسكها من ايديها وحضنها وقال لها كل حاجة هتبقى تمام، أوعدك. تاني يوم الصبح اداها شوية فلوس وبعتها على مكان آمن، لكنها رفضت تبوسه قبل ما تمشي. بعد كده راح نيل عند نيت، خد منه جوازات سفر مزورة وبطاقات وتذاكر طيران. سألوا عن كريس، فنيت قال له إنه مشي عشان يدور على مراته. الكلام ده حرك مشاعر نيل، فقرر يرجع لصاحبته ووقف قدامها يتكلم عن الوحدة، وقال لها يا إما تمشي لوحدك يا إما نهرب سوا. كلامه لمس قلبها ووافقت تهرب معاه. بالليل كريس وصل للعنوان اللي تشارلين ادتوله في التليفون، وكان البوليس مستنيه. خلوها تطلع البلكونة وتقابله، لكن بحركة بسيطة من إيدها ونظرة ذكية فهمته إن دي مصيدة. كريس لف بسرعة وعمل نفسه بيسأل الجيران على عنوان، ومشي من غير ما حد يشك فيه. رجعت شارلين لجوه وقالت للبوليس إن الراجل ده مش كريس، بس ما صدقوش. بعدها عربية شرطة وقفت كريس في الشارع وطلبت منه بطاقته. اداهم بطاقة مزورة وفعلا صدقوه وسابوه يمشي. فينسنت رجع بيته محبط، ولما دخل اكتشف ان بنت مراته مغمى عليها في البانيو. طلعها بسرعة ولفها في فوط وهو مصدوم، كانت حاولت تنتحر. نقلها بسرعة المستشفى، وقعد هو ومراته مستنيين الأطباء وهم بيحاولوا ينقذوها. وفي الطريق نيل كان سايق مع حبيبته لما جاله تليفون من نيت قال له ان لقى مكان وينجرو. نيل سكت شوية وبعد تفكير لف العربية ورجع.
راح على فندق وقال لحبيبته استني هنا آخر شغلانة وهرجع لك. دخل من باب العاملين واستخدم تليفون داخلي واتصل على وينجرو باعتباره خدمة الغرف، وعرف رقم أوضته. سرق يونيفورم ومشى بثقة ناحية الأسانسير وطلع للدور المطلوب. حط سلة الزبالة عند الباب علشان الأسانسير يفضل مفتوح وشغل إنذار الحريق. ما كانش يعرف إن البوليس متابع الكاميرات وهم جوه الفندق. بلغوا فينسنت اللي اضطر يسيب مراته في المستشفى وطلع على المكان فورا. في الفندق النزلاء كانوا في حالة فزع من إنذار الحريق، ونيل كان بيخبط على أوضة وينجرو ومخبي وشه من العين السحرية. وينجرو فتح الباب نص فتحة ونيل زقه برجله في وشه، ضربه كده ضربة وبعدين خلص عليه بالرصاص. وهو بيخرج من الأوضة حاول ظابط يوقفه، لكن نيل خلص عليه في لحظة. البوليس كان بيطوق الفندق وفينسنت وصل بطيارة هليكوبتر. لما شاف الست قاعدة لوحدها في العربية شك وبدأ يقرب منها. في نفس اللحظة نيل خرج وشاف فينسنت جاي ناحيته، فجري في الاتجاه التاني وساب صاحبته. فينسنت جري وراه فورا والمطاردة ودتهم للمطار وبدأوا يضربوا نار على بعض. نيل استخبى وفضل مستني طيارة تعدي عشان نورها يفضح مكان فينسنت، بس فينسنت لمح ظله على الأرض وضربه طلقة قاتلة. نيل وقع وقبل ما يموت مد إيده لفينسنت والاتنين سلموا على بعض في لحظة صمت.